السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني يا احلى اخوات في الدنيا. لو اول مرة تشوفي قناتي يا ريت تنورينا بالاشتراك واللايك من ايديك الاحلى واحلى. الاولاد طلبوا مني حاجة حلوة في الجو الساقع اللي احنا فيها دي. هسكت؟ لا مش هسكت. يلا نحضروها مع بعض في 5 دقايق، ومقاديرنا متوفرة في كل بيت ان شاء الله. قبل ما نبدأ في حاجة هنصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. يلا بينا نشوف مقاديرنا عبارة عن ايه. كوباية من السكر، كوباية من الحليب، 3 معالق كاكاو خام، ظرف من الفانيليا. هضربهم الاول في كويس جدا في الخلاط، وبعد كده هضيف عندي نص كوبايه من الزيت. والزيت هنا اخر حاجه هحطه بالتدريج. اصبح معايا هنا صوص شوكولاته. هضيف كده مج كده على جنب، هقول لكم في الاخر هنستعمله ايه. جبت هنا بيضتين عندي هنا بدرجه حراره المطبخ، لو عندك في التلاجة هتطلعيها قبليها بساعه. هنعمل النهارده احلى كيك شوكولاته كده، وكمان هنعملوها بالفراوله. طريقه كده في منتهى الجمال، تحليف اللي هي جاتوه طعمها حلو قوي قوي. جبت هنا البيضتين هضربهم بعد كده تاني في الخلاط لغايه لما يتمسكوا كده مع بعض. اصبح معايا هنا خليط كده كريمي مع البيض. هضيفه عندي هنا ببوله، وبعد كده هضيف عليهم الدقيق والبيكنج باودر او كيك شيف. حطيت هنا الدقيق عندي بالتدريج. حطيت اول حاجه هنا مج وتاني مج، وهنا كل دقيقه يا جماعه بيفرق عن التاني. انا هنا استعملت هما الكوبايتين اللي انا حطيتهم معاكم، ما حطيتش اي نوع دقيق تاني. يعني كمان في الاخر حسيت القوام تقيل، حطيت لهم زي معلقتين كده من الحليب. ظرف من الفانيليا، وهقلب هنا ظرف من البيكنج باودر او كيك شيف. هنقلب هنا. نجاح الكيك يا جماعه هو التقليب اتجاه واحد. كل ما تقلبي اتجاه واحد هتطلع معاكي الكيكه هشه كده وجميله. طبعا انا هنا كنت بسرع شويه بصراحه عشان كانت البنوته بتعيط. هنا بصوا حسيت القوام تقيل. طبعا انا ما ضفتش دقيق ولا حاجه، هما كوبايتين بس اللي انا حطيتهم معاكم. كل دي بيفرق عن التاني. ممكن انت بيستعمل معاكي من كوبايه ونص لكوبايتين ونص او 3 كوبايات الا ربع. كل دي بيفرق عن التاني، وكمان حسب كميه البيض اللي انت حطاها. لو حاطه بيض اكتر بتضطري بتحطي دقيق اكتر. طيب كل دي يا جماعه بيفرق عن التاني. هنا استعملت معلقه من الخل. انا كنت ناسيها خالص بصراحه، انا المفروض تحطيها في الخلاط بس عادي خالص ما فيش مشكله. حطيناها وبعد كده قلبنا كويس جدا تاني. طبعا هنا بصوا الخليط معايا ما شاء الله وكريمي كده زي ما انتم شايفين، ولا تقيل قوي ولا خفيف قوي. وهنا القوام كان تقيل معايا سنه بصراحه عشان حطينا مجهين دقيق. في الاخر حطيت لهم زي معلقتين كده من الحليب، والقوام اتظبط معايا خالص. طبعا هنا بعد كده جبت صينيه عندي متغلفه الاول بين الزيت او السمنه، وبعد كده حطيت لها رشه بسيطه جدا من الدقيق. وفي الاخر كنت هنا قبل ما اعمل معاكم اي حاجه كنت مولعه الفرن على درجه حراره 160، وسبتها تسخن كويس جدا. وبعد كده نزلنا بالخليط وحطيتها في الفرن. طلعت معايا بألف هنا يعني حاجه كده بألف هنا وشفا. طعمها بجد رهيب جدا. الصوص اللي احنا عملناه الاول واخدت منه الكوبايه اللي انا قلت لكم عليها، ضفناها هنا كده بعد ما الكيكه بردت. وهنا يا جماعه الناس كتيره بتقول انا بعمل الكيك وتطلع معايا في منتهى الجمال وحلوه، بس لما اجي اطلعها من الفرن بلاقيها تهبط مني وبقى بحسها عجينه كده مش هشه. طيب هقول لك ليه هنا بتستعمليها كده انت ليه. عشان بتطلعيها على طول وهي الفرن سخنه معاكي وتروحي مطلعوها. طبعا هنا يا جماعه الكيك بتبقي اول حاجه بقى هي في سخونيه، وبعد كده بتطلعيها بتاخد هوا معاكي، تبقي الكيكه هبطت معاكي زي الاطفال بالظبط لما العيل بتحميه كده وبيطلع بره بياخد برد. هي الكيك كده يا جماعه. طيب احنا لا الكيكه بقى بعد ما تسيبيها كده في الفرن تدفع عليها تروحي سايباها بدرجه حراره لغايه لما الفرن عندك تهدى خالص، من غير تولعي بقى عندك المروحه والكلام ده كله. لا مش هنعمل كده خالص. هنسيبوها هي لغايه لما الفرن تهدى معايا خالص وتروحي مطلعوها. هتطلع بجد حلوه قوي. وبعد كده كنت مقطعه هنا بقى شرايح فراوله. بعد ما سبت الكيك طبعا تبرد تروحي حاطه صوص الشوكولاته، وبعد كده مزينها عندي بفراوله كده زي ما انتم شايفين. قطعت فراوله شرايح كده او مكعبات التقطيع اللي انت حباها، بس انا حبيت صراحه الشكل اللي هو شرايح. قطعتها كده ورحت حطاها كده من فوق كده عشوائي. بجد كانت شكلها وطعمها لطيف جدا جدا. شايفين بقى بصوا بتطلع معايا الحته بحتتها كده مش مستحمله بقى من الصوص بقى والحاجه كده. يعني بجد طعمها حلو قوي، وكل اللي دقها عندي بجد شكرها جدا. طعمها حلو قوي وهش كده. هي مش عاليه قوي بصراحه، بس يعني كانت طعمها حلو. هو القوام ده بالنسبه لي صراحه مظبوط جدا. ليه؟ عشان الاولاد دي تعرفي تتحكم فيها كده ويعرفوا ياكلوها. بصوا العجينه ما شاء الله، يعني الكيكه عندي هشه كده وباينه الحاجه بتاعت الكيك كده طعمها حلو قوي، والصوص الشوكولاته داخل كده من فوق ومن جوه كده. اللهم بارك. لو عجبتكم وصفتنا حطوا لايك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.